السلام عليكم. انا مستني بس الناس تجمع، بحيث هنتكلم كلام النهارده هو كلام مهم. انا بيتهيالي ان ده هيبقى اهم بس مباشر انا عملته. مدي بس فرصة للناس تتجمع. ممكن الواحد يبقى متضايق شوية، زعلان شوية، بس انا هتكلم معاكم النهارده كلمتين بصراحة. اول حاجة بس، علشان اي حد يخش يستظرف عليك، احنا هناخدها هاخدها بمراحل. قبل ما اتكلم عن التشكيل واتكلم عن الاهلي جه ولا مش جه ولا المدير الفني ولا ايه ولا اي حاجة في الدنيا هتكلم عنها. اول حاجة لازم تعرف ان انت كبير مصر وكبير افريقيا، وانت اعظم نادي موجود واكتر نادي عندك بطولات في العالم. انت نادي كبير جدا جدا جدا، ما عندكش لازم كلهم يتلموا عليك. انت عارف، انت لما بيكون في فتوة في الحارة، راجل حكيم، راجل عنده هيبة، راجل عنده عظمة، وحاطط على نفس البلطجية ونفس الناس اللي موجودة نفس الكل، وفي الاخر يلاقوا لهم واحد جاي من بره عايزين يعملوا رجالة. فاللي انا عايز اقوله لكم، انت في مرحلة وكل الاندية في مرحلة. احنا هنتكلم على النادي بتاعنا، لكن انت في مرحلة، وانت خلي الزمالك ياخد الدوري، خلي بيراميدز ياخد الدوري، خلي اي حد ياخد الدوري. انت بتتكلم في كام دوري وهم كام دوري؟ انت لو خسرت الدوري، لو احنا خسرنا الدوري، احنا وولادنا وولاد ولادنا قدامهم 100 سنة علشان يقربوا من ناحيتك. قبل ما اتكلم عن اي حاجة يا جماعة، ومحدش يزعل مني النهاردة، انا كاهلاوي بموت من جوايا. ليه؟ احنا ما اتغلبناش يا جماعة جوه الملعب، ولا هزيمة جوه الملعب ابدا. الهزيمة كانت من مجلس الادارة. لأول مرة هقولها، لاني كنت عارف كويس جدا الايام اللي فاتت ان المجلس الادارة ده محطوط في حرب، فكان لازم تدافع وتساند. رغم ان اللي حصل ده كله مجلس اداره اتغلب. انت بتلعب ليه من غير جمهورك؟ انا رسالت دلوقتي وبكلم الخطيب وبكلم مجلس ادارته، بتلعب ليه من غير جمهورك؟ ليه انت الفريق الوحيد، الزمالك مرتضى منصور بيدخل 5000 مشجع وانت مش عارف تدخل لك 30 مشجع كل ماتش؟ بتلعب ليه وجمهورك محبوس؟ بتلعب ليه وجمهور النادي الاهلي مش عارف يروح لفريقه، لا عارف يدعمه ولا عارف يقف وراه؟ بتلعب ليه النهارده انت من اول الدوري ومحدد ان كل فريق له 5000 مشجع ولا له 3000 مشجع؟ بتلعب ليه؟ ايه اللي يخليك تلعب؟ ايه اللي يخليك تسكت وعيل بشخ عمال يهينك ويهين رموزك ويهين جمهورك ويهين الناس كلها؟ بتسكت ليه؟ ده انت وراك جمهور، اعظم جمهور في الدنيا، ده انت وراك نادي كبير وجمهور كبير وجمهور عظيم. ايه اللي يخليك تلعب اصلا؟ ايه اللي يخليك تلعب في دوري مشبوه؟ ايه اللي يخليك تلعب في دوري من 100 سنة مفيش عندك قيد يوم الجمعة والنهاردة يتفتح للعيب ويتأيد؟ ايه اللي يخليك يلعب في دوري على حسب المنافس، عايز حكم اجنبي يبقى حكم اجنبي، عايز حكم مصري يبقى حكم مصري؟ ايه اللي يخليك تلعب وانت كل ماتش جمهورك، ده انت كنت بتلعب قبل النهائي ب 3000 مشجع؟ ايه اللي يخليك تلعب؟ في كل الظروف دي؟ انت ايه؟ ليه تخلي الناس كده؟ ليه النهارده رايح ملعبك من غير جمهورك؟ انت من الاول محدد 5000 جمهور، يبقى لا اما دخل 5000 واحد من الجمهور، لا اما مش هلعب مباراه. هو انت نادي شركه ولا انت نادي ما وراكش جمهور؟ ده انت نادي وراك بلد. تخلي عيل صغير يهينك وتخلي مرتضى يشتمك وكل حاجه الصمت. وقناه اهلي ايه اللي الواحد يروحها ويشتغل فيها؟
قناه اهلي ايه دي اللي اول ما تخش القناه كضيف يقول لك ما تتكلمش عن بيراميدز، ما تتكلمش عن رئيس نادي بيراميدز، ما تتكلمش عن الزمالك، ما تتكلمش عن مرتضى. هطلع اشرح طبق اليوم، هطلع اشرح طبق اليوم. مجلس اداره فاشل، مجلس اداره فاشل، لان مجلس الاداره القوي، مجلس الاداره القوي. وكل ما كنا نيجي نتكلم واحد يقول لك ايه، هو انت اصطلحت؟ هو انت خدت فلوس من ترك؟ هو انت عملت مع ترك؟ لا، ما عملتش مع ترك. وعمري في حياتي، عمري في حياتي ما يهمني اكتر من النادي الاهلي، وعمري في حياتي ما يهمني اكتر من جمهور النادي الاهلي، ولا يفرق معايا حد. انت كنت فين؟ انت كنت فين وانت راح تلاعب الترجي وشويه مذيعين، شويه مذيعين كلاب عمالين يقوموا الدنيا بينك وبين الترجي لغايه ما يحصل مذبحه لجمهورك هناك؟ كنت فين؟ كنت فين ومجلس اداره الترجي وتونس كلها واقفه ورا الترجي، وانت ما فيش عضو في اتحاد الكوره واقف وراك وبيجيب لك حقك؟ كنت فين وانت بتلعب قبل النهائي وراجل مستفز عمال يطلع يستفز في جمهور النادي الاهلي ورموز النادي الاهلي، ويتريق مره على القيع، ويتريق مره على هيثم عرابي، ويتريق مره عليك يا خطيب، ويتريق 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 وانت مش قادر ترد؟ انت وراك جمهور كبير يا عم، قول مش هلعب الدوري، قول مش هلعب الدوري. ايه اللي موديك النهارده من غير جمهورك؟ هما الدوري من غير جمهور ولا الدوري بجمهور؟ حدد 5000، حدد 3000، يبقى جمهورك قبلك في الملعب. جمهورك بيتمنع وبيتحبس وانت مش عارف تاخد اي حق من حقوقك، مش عارف تلعب، مش عارف تتكلم، بتخش في الصفقه بيتعلي عليك ب7 مليون دولار و8 مليون دولار. انت فين من كل ده؟ انت فين لما حد يطلع يقول عليك حرامي ويهينك؟ ما هو اللي بيهينك ما بيهينكش لشخصك، بيهيننا كلنا كجمهور من النادي الاهلي. النهارده انا العب من غير جمهور ليه؟ تخش ماتش مرتضى منصور مدخل 30,000 واحد من الزمالك وانت داخل لك 100 واحد، داخل لك 100 واحد، بتلعب ليه؟ لعيب بيتأيد النهارده، انت عندك يوم جمعه فيه تأييد، انت عندك يوم جمعه فيه تأييد، ما عندكش يوم جمعه فيه تأييد ما تلعبش. بتلعب ليه؟ انا مالي النهارده الاهلي وحش ولا الاهلي كويس ولا بيراميدز كسب كوره، ولا يفرق معانا، ولا يفرق معانا. احنا كابتن فرقتنا عنده دوري اكتر من الزمالك المنافس، ولا يفرق دوري ولا يفرق كاس ولا يفرق. هو انا مش هطبل لك ولا انا عايز حاجه منك ولا عايز، هو انا مثلا الناس كانت بتتكلم تقول لك عايز يشتغل في قناه الاهلي. يا عم انا كان عندي قناه كنت بجيب الخطيب نفسه بديله 100,000 جنيه عشان يجي يحلل المباراه. انا مش لا محتاج قناه اهلي ولا محتاج قناه زمالك ولا هتفرق معايا قنوات اصلا. لكن تحرق جمهورنا ليه؟ تحرق دمنا ليه؟ تلعب ليه من غير جمهورك؟ فين الجمهور اللي واقف وراك؟ هو ايه اللي يفرق الاهلي عن اي فريق تاني؟ جمهوره. تلعب نهائي في اي حته يقول لك روح يمين روح، روح شمال روح، اعمل هنا اعمل، اعمل هنا اعمل، ومش قادر تتكلم. يطلع يقول عليك حرام مش قادر تتكلم، يطلع يقول لك ساعات رولكس مش قادر تتكلم. واول ما يفتح لك باب مصالحه تجري تقول انا اتصالحت. ايه ده؟ ايه ده؟ مش ممكن، مش ممكن ابدا ان ده النادي الاهلي ولا ده مجلس اداره النادي الاهلي، ولا حد في الدوله يرضى ان واحد هيجي يقعد يستفز في الجمهور ويستفز في الناس وقاعد يهرج ويلعب بدوله 90 مليون ولا 100 مليون عشان معاه شويه فلوس. ايه ده؟ هي دي كوره؟ ما الاهلي لعب كتير، اتغلب من الاسيوطي وخرج من الكاس، اتغلب من المصري، اتغلب من البتاع. هو امتى تفرق مره هزيمه؟ ما احنا دايسين على وش الكل بقالنا 100 سنه. لا دوري يفرق ولا كاس، مش عايزين دوري ومش عايزين كاس. انت ده دوري فين تكافؤ الفرص؟ فين الزمالك كل ماتش مدخله 10,000 واحد من الجمهور وانت مش عارف تدخل 30 واحد؟ فين؟ تسمح لنفسك ليه تتشتم؟ تسمح لنفسك ليه تتهان؟ ملعون ابو يا عم الكرسي اللي انت خايف عليه، ملعون ابو الكرسي اللي تخاف عليه. ده انت جت سيرتكم في مره طلعت وقلت الخطيب ما خدش والخطيب 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 واتوقفت واتبهدلت واتعمل اللي اتعمل، ولا فارق معايا، ولا فارق معايا.
ما في اهي كاميرا اهي، وفي جمهور وراك، وفي ناس بتصدقك. الاهلي خسر من مجلس اداره مهتز، رفض، اتشتم وما ردش، رفض، اتشتم. ده انا مره الخطيب لما محمود طاهر كان مرتضى منصور بيشتمه، ودخلت قلت له انت، كان كلامي واحد، دخلت للخطيب قلت له ما تسكتش لمرتضى على الواتس، اوعى تسكت لمرتضى، عشان مرتضى هيشتم وهيشتم وهيشتم. من اول مره هيهين حد من عندك، سيد عبد الحفيظ، من مجلسك، من ادارتك، قول مش هلعب كوره. ده انت الاهلي، قول مش هلعب كوره. راح عامل بلوك على الواتس، راح عامل بلوك على الواتس عشان بقول له ما تخليش حد يهينك. رفعت قضايا على كل اللي هنوا النادي الاهلي. القضايا دي فين؟ القضايا دي فين؟ راحت فين القضايا؟ غلطت وخدت حاجه من تركي ومش قادر ترد عليه وعينك مكسوره، قول كده وامشي، قول كده وامشي. ما خدتش حاجه تطلع تقول ما خدتش، مش تشتم الصبح وتتشتم بالليل، وعيل فاضي ماسك عمال يشتم فيك صبح وليل، وانت قاعد ساكت رافض. انت ما بتشتمش، احنا كلنا بنتشتم. راح تجيب اسلام الشاطر القناه. اسلام الشاطر ما كانش بيدخل مرتضى 30,000 مره يغلط في الاهلي وجمهوره. هي دي قناه النادي؟ قناه النادي عامل ورقه بلوكات. احمد سعيد ما ينفعش، انا طبعا ما ينفعش اشتغل في قناه الاهلي، لان عمري في حياتي ما هشتغل من ورقه. وحد يقول لي ما تجيبش سيره بيراميدز ومجلس اداره بيراميدز ومجلس اداره الزمالك، ما تردش على مرتضى لو قال، ما تتكلمش عن امال اتكلم عن ايه؟ واخدني هشتغل في القناه اعمل ايه؟ فين جمهورك؟ انت بتلعب ليه من غير جمهور؟ بتلعب ليه من غير جمهور؟ راح تلعب بطوله افريقيا ومجلس اداره اتحاد كوره سايبك لوحدك. ليه؟ ايه ده؟ فرقت ايه عن محمود طاهر؟ وفرقت ايه عن غيره؟ فرقت ايه عن غيره؟ وعلى الدولة وعلى رئيس الدولة ان يرحم مصر من فتنة بتحصل في البلد. في فتنة بتحصل في البلد. احنا ولا يهمنا ايه فريق لعب كورة. لو جاي اي مستثمر دلوقتي وعمل فريق ودعمه ولعب وان شاء الله ياخد الدوري 10 سنين، ما عندناش مشكلة خالص. لكن تقعد زي العيال الصغير، تقعد تضايق في الاهلي وفي جمهوره، ولما الجمهور يخش الاستاد تقعد تضايق على الجمهور. ده احنا اتغلبنا في كاس العالم، ده اتغلبنا في كاس العالم بسبب اللي بيحصل. الرياضه المصريه بتتدمر. شويه زملكاويه فرحانين، هم فرحانين على اساس ان الاهلي بيتهد. الاهلي عمره ما هيتهد. الاهلي وراه 70 مليون. الاهلي وراه 70 مليون. الاهلي وراه 70 مليون. لا تبقى مجلس اداره قد المسؤوليه، تدخل جمهورك الاستاد زي اي جمهور، جمهورك المحبوس ظلما يخرج، المشاكل اللي عندك دي تتحل، تدعم فريقك زي ما تدعم الناس. اللي يغلط في النادي الاهلي تقف قصاده، اللي تقدر تعمله اعمله. يا اما يا عم امشي، امشي، وهتفضل اعظم لاعب لمس كره قدم في مصر، وهتبقى احسن لعيب لمس كوره، وهتبقى الخطيب رمز كلاعب. هو انا امتى؟ هو المحترم هو اللي بيتهان ويسكت؟ لا، ده مش المحترم. اللي بيتهان ويسكت ده الجبان. طالما انا راجل ما هنتش حد وما غلطتش في حد، وحد غلط فيا اقف قدامه واديله بالجزمه، بالجزمه مهما كان مين، بالجزمه مهما كان مين. شكرا يا جماعه، واسف مش هتكلم في الماتش ومش هتكلم في المباراه ولا في التشكيل ولا في اي حاجه. احنا اتغلبنا قبل ما نروح، اتغلبنا لما رضينا نلعب من غير جمهور، اتغلبنا لما رضينا نتشتم ونتهان وما نردش، اتغلبنا لما الاتحاد المصري ما وقفش وراك وسابك للاتحاد الافريقي ويشيل احسن لعيب عندك ويبعد اهم لعيب عندك، اتغلبنا لما دخلنا النهارده من غير جمهور. حد بيقول لي انت بتتكلم ازاي؟ ده كان سيد عبد الحفيظ فشخ الزمالك على قناه الاهلي. مع احترامي لسيد عبد الحفيظ، سيد عبد الحفيظ كان بيقول ايه على قناه الاهلي؟ اللي يغلبك نغلبه، اللي يغلبك نروح نكسبه. كان فشخ مين؟ كان فشخ مين؟ الناس اللي بتتكلم يقول لك اللي بيغلبك احنا هنروح نغلبه لك.
فين الفشخه؟ ويطلع مرتضى بالليل يقول لك ده اخواني وقذر و وما تقدرش ترد. هترد ازاي؟ ولا فارق معانا الزملكاوي ولا داخل يحفل ولا داخل يتكلم. يا ابني مش هيفرق معانا يا ابني، احنا معانا 40 دوري ولا يفرق معانا يا ابني. احنا النادي الاهلي بتاريخه بمبادئه برموزه، احنا في حته تانيه خالص. احنا لو زيكم كان زمان عبد الله السعيد بيلعب في الاهلي، ولا يفرق معانا. احنا لو زيكم كان زمان عبد الله بيلعب في الاهلي النهارده. زي ما شيكابالا كده راح وقع للاهلي ورجع ادينا له ورق ومشاه. لكن احنا عندنا كان عصام الحضري زمانه لسه واقف. احنا لا بيفرق معانا مكسب ولا خساره. لو بيفرق معانا مكسب وخساره كان من زمان لعبنا عصام الحضري، ما مشيناش حسام حسن، خلينا حسام البدري. لكن احنا ما بيفرقش معانا مكسب وخساره، وعشان كده دايما كسبانين. المكسب اللي بيجري ورانا، المكسب اللي بيجري ورانا، المكسب اللي بيجري ورانا، اللي سمح لعيل، اللي سمح. اوعى تاني النهارده بتلعب اخش بجمهوري والناس كلها ورايا. ما اتكلمتش كده لان اللي بيحصل النهارده مش ماتش كوره، ده مش ماتش كوره. وبكره نشوف محمد الليثي في قناه النادي الاهلي عادي. لا احمد سعيد ده بيقفل قنوات، ده بتاع مشاكل. الاهلي ما خسرش، الاهلي يفرق معاه، والاهلي هيبقى احسن من كده، والاهلي جاي وتدعيمات عادي جايه، وهنقول اللي نقوله. لكن انت خسرت عشان اتخليت عن جمهورك، انت خسرت عشان ما بقاش ليك صوت في الاعلام، عشان اتخليت عن الرجاله المذيعين المحترمين اللي واقفين معاك. انت خسرت علشان لما واحد بيطلع يرد عن مجلس الاداره يقول لك عليه ده بلطجي، وانت بترد عن مجلس الاداره. انت بترد عن مجلس الاداره. خسرت علشان خاطر واقف بتتفرج على جمهورك وهو بيتبهدل. اي حد رساله كده فاكر انه ممكن يكسر الاهلي. على فكره الاهلي هو مصر، وجمهور الاهلي هو اصلا مصر. انت بتتكلم في 10-15 مليون زملكاوي، انت بتتكلم في 10 مليون 15 مليون زملكاوي. اسلام الشاطر، يعني انت جايب مثلا واحد زي اسلام الشاطر طول الحلقه كان مرتضى بيخش يهين في الاهلي وجمهوره ورموزه وفيك، وانت واقف وجايبه النهارده جايب ناس اشتغلت في قناه تانيه في قناه بيراميدز جبتهم عندك تاني، ويوم تاني ورجع محمد الليثي ورجع الناس كلها. انت ما بيفرقش معاك حد. اجي اشتغل في قناه الاهلي وتقول لي ما تتكلمش على بيراميدز ولا مجلس اداره بيراميدز وما تتكلمش، واصلا كل رئيس نادي بيراميدز قاعد ليل ونهار يجيب في صور. يعني النهارده ايه صوره عادل القيعي اللي تنزل دي؟ يا راجل حتى احترام السن، احترام الرمز. ايه ده هنتهان مع اي حد معاه شويه فلوس؟ هيتحط علينا بالجزم مع واحد عشان حد معاه فلوس؟ عيب. احنا رجاله، ومصر خيرها على الناس كلها، ومصر خيرها على الدنيا كلها. انت بتعمل ايه وعشان مين؟ والواحد هيقول كلمتين عشان كوره هتقول له ده اخوان ومش اخوان؟ عيب. رموزك بتتهان ومجلس ادارتك بيتهان وبتتبهدل في كل حته. ليه؟ عشان خاطر مين وعشان خاطر ايه؟ لجمهور النادي الاهلي. احنا هنفضل النادي الاهلي، ناس بفلوسها ورموزها و100 مليون واحد عشان يوصلوا، عمره ما هيوصل لك ولا لمكانتك. انت في حته تانيه خالص. مجلس اداره النادي الاهلي لا تكون رجاله وعلى قد المرحله اللي تسيبوها، لا الجمهور يبقى قبلكم في الملعب لما تخشوهوش. احنا لا فارق معانا دوري ولا فارق معانا كاس. شكرا، عشان الواحد لو كمل عن كده الدنيا هتخرب اكتر من كده. شكرا يا جماعه.